ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير، يا رب وبسعاده يا رب. زي ما انتوا بقى شايفين كده عملت العشوره، معلش انا نزلتها متاخره فعلا كده، بقالي كام يوم كده متدربكه عندي كده ايه مليون حاجه زي ما بيقولوا كده. فعلا فعلا كان غصب عني، انا نزلتها يعني ايه متاخر، معلش حقكم عليا. فعلا العرايب مثلا يقولوا ايه بعد الكحك هيفتوا كده، بعد العيد هيفتوا الكحك، معلش يعني. بس فعلا كان ايه، كان غصب عني يعني ان انا انزل عاشوره كده متاخر، فعلا كان يعني ما بقعدش كده يا جماعه. يعني الوقت اللي انا بقعد فيه كده يعني بالعافيه كده. فوالله ايه عملت كده العاشوره طبعا ايه، عملتها امبارح وصحيت الصبح لقيت الكام طبق اللي باقيين دول، يعني العيال فضلوا رايحين جايين عليها. قلت بقى انا ما صورتش المشهد الاخير بتاع التقديم. بجد عاشوره حلوه قوي، طعمها حلو قوي، سهله وبسيطه خالص، ممكن تعمليها عادي، مش ضروري يعني في وقت عاشوره. زي ما انت بقى شايفه كده، معايا ربع كيلو من القمح البليله ده بيتباع عند العطار. انا نقيته طبعا كويس جدا، لو في اي حاجه مش نظيفه شلتها منه. وبعد كده بقى افضيه في حله، اهم حاجه الحله اللي تعملي فيها انقعي فيها حله كده كبيره وعميقه، بحس كده ايه تكون حلوه، تنقعي فيها ميه كتير. ونقعتها كده لمده ليله كامله، يعني مثلا نقعتها بالليل، او مثلا العصرالي كده تاني يوم مثلا عملتها، بتبات بالليله. طبعا لو الجو حر عندك قوي حطيها في التلاجة، لاني بجد معرفش الحاجه بتبوظ قوي بسرعه في الحر يا جماعه. طبعا كده ايه سوحتها كده بالميه زي ما انتوا شايفين، وهغطيها كده لمده كده ايه ليله. وتاني يوم بقى هنشوف هنعمل فيها ايه، هنغطيها طبعا بالغطا بتاعها ونسيبها. زي ما انتوا شايفين سهله بص خالص العشرة، بس لازم تعملي التركه دي عشان تطلع معاكي مظبوطه. زي ما انتوا شايفين طبعا الجو حر، بص عامله ريم ابيض. فانتي نصيحه يعني لو تنقعيها حطيها في التلاجة احسن، لان الجو حر قوي قوي، احنا بنتسلق يا جماعه. زي ما انتوا بقى شايفين كده انا طبعا صفيته كده في الحوض. الميه كده من على القمح البليله، لازم طبعا تتنقع لمده ليله عشان طبعا ما تاخدش معاكي سوا كتير على النار. وطبعا ايه صفيت منها الميه، هفضل اغسلها كام غسله كده لحد ما الميه بتاعتها تبقى نظيفه، زي ما انت شايفه. وبعد كده بقى احط بقى عليها ميه واسويها. زي ما انت شايفه انا بقى ايه عشان ما اطولش عليك يعني، فصلت ايه الفيديو كده وقعدت اغسل فيها ايه بتاع 6 7 مرات كده لحد ما لقيت ميتها كده بقت نظيفه، لاني كنت بصراحه يعني الريم الابيض ده كانش مريحني بصراحه. فقعدت اغسل فيها كذا مره. فانت لو هتنقعيها حطيها في التلاجة افضل، لان الجو حر قوي، اي حاجه بتبوظ والله يا جماعه. طبعا سموا بالله كده اي حاجه تغطوها بالليل بالذات، عشان طبعا بالليل بالذات هتقفلي غطا ازازه سمي بالله، هتقفلي نور سمي بالله، اي حاجه تسمي بالله كده. طبعا بعد ما غسلتها غسله كويسه جدا جدا، هنزل بقى بتمن سوري، بتمن اكواب من الميه. زي ما انت شايف طبعا الميه خلصت، ارجع كده ايه اروح اجيب ميه وافضي تاني. 8 كوبايات. طبعا لو احتجتي وانتي بتسوي لقيتيها شربتهم زودي تاني، مفيش اي مشكله، زودي 4 تاني، على حسب، على حسب ما هي ايه القمح بالله يستوي معاكي امتى. طبعا انا نزلت كده ب8 مجات، وتعالوا نحطها بقى على النار. اول ما تغلي طبعا تخش في الغليان بتوطي عليها عشان القمح كده ايه ما يطولش معاكي في السوا، يستوي بسرعه. لما يكون على نار هاديه بيستوي بسرعه. طبعا زي ما انتوا شايفين طبعا انا فضلت سايباه كده، ومن حين لحين كنت ببص عليه اطمن عليه وبيلزقش، بس برضو اطمني كده من حين لحين وبصي عليه وقلبيه كده، وشوفي كده الحبايه اخبارها ايه، شرب ميه زودي ميه عشان يستوي. اهم حاجه طبعا يعني تبقي ضامنه انت الحبايه فتحت تماما ويكون ايه استوى، عشان احنا ما ننزل باللبن خلاص هو مش هيستوي في اللبن تاني. فطبعا لازم تبقي ضامنه الحبايه تكون فتحت. طبعا زي ما انت شفتي طبعا الحبايه كانت اتفتحت خلاص، فقعد له كده بتاع على النار كده بتاع ساعه او ساعه ونص. فانت بتوطي عليه بتسيبيه يعني من حين لحين، بتخشي تبصي عليه، بس ما تنساهوش يعني. طبعا كان في ميه طبعا يعني ما كانش ناشف تماما. نزلت بكيلو من اللبن، انا كده اللبن بلدي عندي في الفريزر. لو طبعا في بعض البلاد بيبقاش عندهم لبن بلدي، ممكن تحطي طبعا لبن معلب وكده، لو عندك قشطه حطي حته قشطه. زي ما انت شايفه طبعا نزلت طبعا بمجين من السكر، زي ما انت شايفه كان طعمه مظبوط جدا، والسكر كان مظبوط 100%. زي ما انت شايفه حابه تزودي اللبن ويكون ما فيهوش ميه خالص تقدري ان انت حابه، بس هو كده كان طعمه حلو قوي، كان لذيذ جدا، ما كانش محتاج لبن تاني. فالقمح كده انا بحب الميه بتاعت القمح. طبعا ايه معايا نص كوبايه من الميه، هنزل عليها في معلقتين من نشا الذره، وهنشوف لو لقينا القوام خفيف هنزود نشا تاني. طبعا اهم حاجه زي ما قلت لك ان يكون القمح يكون فتح معاكي. طبعا انا كنت سايبه فيه ميه، لما نزلت في اللبن كان القمح لسه فيه ميه، فعشان كده بقول لك لو انت لقيتيه لسه ما استواش عادي زودي 8 مجات من الميه، مفيش اي مشكله. الميه اللي هتتبقى في القمح بتبقى بتخلي طعم كده البليله العاشوره حلوه. وبعد ما قلبت النشا ودوبته كويس نزلت كده بدوره، ما تنزليش في حته واحده عشان ما يكتلش منك، لانه في المرحله دي بيبقى اللبن سخن زي ما انت شايفه. وبعد كده نزلت بالنشا وقعدت بقى اقلب لحد ايه ما اشوف قوامه هيحتاج معايا نشا تاني ولا لا. بس انا احتجت طبعا، لقيته طبعا ايه
كان خفيف القوام. بس انا يعني مش بحب انزل بالنشا مره واحده، لاني ايه، مش بحب انا العاشوره تكون ايه ماسكه نفسها قوي تخينه قوي لدرجه اللي هي ما تقعد في التلاجة تقول شاي شقه. انا مش بحبها كده. انا بحبها لما تيجي تطلعي المعلقه كده تبقى سايله شويه. انا بحب اكلها كده. بس لو انت طبعا بتحبيها تكون تخينه جدا، زودي النشا اللي انت حباه. طبعا انا قعدت اقلب كده لحد ايه ما اوصل بس القوام كده ايه اللي هو ايه يعني، ولا هو يعني. بس على فكره لما هي تكون تخينه وانت طافيه عليها متختخه قوي، لما بتقعد في التلاجة بتتخن جدا. فنصيحه يعني، لما تيجي تعملي دايما اي حاجه عامه ما تبقاش تخينه زياده عن اللزوم، عشان لما بتقعد في التلاجة وبتسقع بتتخن سنه، فتبقاش كده عامله معاكي زي البلوزه كده. طبعا البلوزه دي يا جماعه يعني هي لو تعرفوها زمان، اكيد في ناس اكيد عارفاها، الناس القديمه بتاع زمان كانوا بعض الاولاد بيعملوها كده في الشارع، بيعملوا كده صينيه بلوزه من غير هي لبن، بتتعمل مهلبيه من غير لبن، يعني نشا وسكر وميه بس. ويقعدوا كده يقطعوا كده، يقطعوها مكعبات كده، ويرشوا عليها بقى الشربات كده، بتبقى طعمها لذيذ قوي. انا كنت بصراحه بحبها وانا صغيره قوي. كانوا دايما تلاقوا بعض الاولاد كده بيقفوا بيها بالعيد، امهاتهم كانت بتعملها لهم. طبعا انا لقيت السمك كده خفيف جدا، فقلت بقى ايه، ما احط بقى معلقتين كده مليانه هرمي تاني. اهم حاجه تحطي معلقتين مليانه هرمي. يعني لو انتي حابه القوام اللي انا عاملاه هتحطي 4 معالق من النشا. مش حابه القوام اللي انا عاملاه وحاباه اتخن سنه، حطي 5. بس انا بصراحه يعني عجبني القوام ده. ففي طفولتنا كده كنا بنحب البلوزه دي بصراحه، كانت على قد بساطتها بس كانت لذيذه وحلوه. هي عباره عن ميه ولبن، قصدي ميه ونشا وسكر بس، وطبعا بيرشوا عليها كده حبه الشربات. طبعا نزلت كده بالنشا دوران برضو، ما بنزلش فيه قطعه واحده في حته واحده عشان ما يدينيش كتله ويكتل معايا العاشوره. طبعا طول ما انا واقفه بقلب عشان طبعا ما تبقاش ايه العاشوره مكتله كده وتلاقي فيه كتل من العاشوره. لازم طول ما انت واقفه ايدك ما تفضل شغاله فيها في المرحله دي بالذات اللي فيها النشا، لان طبعا النشا لو سبتيه هيكتل معاكي وهيعمل معاكي خرز كده وكتل كده، وهتلاقي العاشوره نفسها حبوب العاشوره ملزقه في بعضها. هتلاقي كور عاشوره كبيره يعني يجي 20 واحده عاشوره ملزقين في بعض. فلازم طول ما انت واقفه كده تفضلي تقلبي. طبعا انا كده ضمنت ان القوام بتاعي مظبوط قوي، فنزلت ب2 باكت من الفانيليا. طبعا انتوا عارفين يا جماعه انا مفيش وصفه بنزلها غير ما تكون مضمونه فيها 100%. خديها وانت مغمضه واعمليها يعني. زي ما انتوا بقى شايفين كده. ونزلت 2 باكت من الفانيليا. طبعا انا خلاص ضمنت القوام كده، هو كده القوام حلو قوي يعني. طبعا لما بتقعد في التلاجة بتتخن، فانت طبعا اعملي حساب كده. بس لو انت حباها زي ما قلت لك، لو انت حباها اتخن من كده تقدري تحطي 5 معالق نشا هرمي زي ما انت شايفه. بس انا عاجبني القوام قوي كده، حلو جدا جدا. طبعا اي اطباق عندك، انا طلعت بقى الاطباق في النيش بقى، يلا قلت بقى روق العيال. كل سنه وانتم طيبين، وكل امه محمد طيبه يا جماعه. طبعا اللي بيصوم يوم 9 عاشوراء ده يا جماعه يعني من كانك يعني كفرتي السنه كلها. ربنا يعني اي حاجه ذنوب بقى عملتيها ربنا بيغفر لك السنه كلها. طبعا انا اعرف معلمه دين كويسه جدا، انسانه بصراحه محترمه، وهي بصراحه اللي بتقول لي كل الحاجات دي. جزاها الله خير يا رب، انا بتعلم منها كتير بصراحه. فحاجات كتير بتقولها لي، واي معلومه طبعا انا بعرفها يعني دايما تقول لي برضو قولي اللهم انت الصانع فاصنعني. فدي دايما الكلمه دي جميله برضو، بتقول انها ما بتقوليها بتحلي الاكل، والاكل بيبقى جميل كده. برضه انا بقول بسم الله ايد النبي قبل ايدي، دي كلمه انا دايما بقولها ما بعمل اي اكل. دايما بقول كده بسم الله ايد النبي قبل ايدي، دايما بحب اقولها بصراحه، لان ذكر النبي طبعا عليه افضل الصلاه والسلام جميل جدا. طول ما احنا ماشيين على سنه الرسول هنبقى كده في دايما بركه في حياتنا، ومفيش اي حاجه كده وحشه. دايما امشوا على سنه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اي طبعا معلومه طبعا انا هقولها لكم باذن الله. زي ما انتوا بقى شايفين كده، يعني العاشوره هي بعد ما بردت طبعا حطيتها كده ايه بتاع 8 ساعات في التلاجة. سبتها لما سقعت او تاني يوم يعتبر، يعني انا كده لان العيال طبعا ايه، طبعا زي ما انتوا شفتوا الكميه كانت ما شاء الله كتير، بس طبعا ايه يعني انا بقى اتلهيت. وكان بصوا يا جماعه مش عارفه احك كده مناخيري زي ما بيقولوا كده. فطبعا العيال كلوا منها ما صبروش طبعا لحد ما اصور. فقلت ما فيش مشكله، قالوا لي بجد تحفه، تسلم ايديكي العاشوره. انا بحبها بالسمك ده. لو انت طبعا بتحبيها اتخن زي ما قلت لك تقدري تزودي النشا شويه اللي انت حاباه. طبعا تحطي 5 معالق من النشا، انا استخدمت 4 في الربع كيلو عاشوره زي ما انت شايفه، وخدت معايا كيلو من اللبن و4 معالق من النشا. سهله وبسيطه خالص. باي باي.